او بيضغطوا بشكل اكبر على الدفاع سيراميكا كليوباترا، واخطاء ابتدت تظهر في دفاع سيراميكا كليوباترا والمسافات اللي بقت موجوده ما بين المساكين وبعضها خلت اي واحد يغلط من دفاع سيراميكا كليوباترا. وجاء خطأ في ضربه الجزاء من نصيب سعد سمير، اللي طبعا ضربه الجزاء في ناس قالت عليها تحايل من وسام وفي ناس قالت لا ده مفيش اي لمس، والكره واضحه ان رجل سعد سمير لما ما طالتش الكوره راحت على رجل وسام ابو علي. ايا كان بقى رجل وسام ابو علي كان بيجرها او ما كانش بيجرها، لو رجل سعد سمير ما لمستش في وسام ابو علي او ما جاش ناحيته كان ممكن اقول لك الكلام ده تمام مظبوط، لكن رجل سعد سمير راحت على رجل وسام ابو علي وحصل دعس عليها او دهس على رجل وسام ابو علي. ولو كان رجل وسام ابو علي في وضعها العادي كان برضو نفس الدعس ده كان هيجي عليها، يعني الكوره تقريبا ما فيهاش شك. وانا مع الكابتن محمد معروف اللي حسب ضربه جزاء صحيحه